بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا وطلابنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بك يا صديقي الجميل في المنهج الجديد. إن شاء الله المنهج سهل بإذن الله، ما تقلقش من أي حاجة. أنا عامل لك النهارده بإذن الله محاضرة تأسيسية هفكرك كده بشوية الذكريات بتاعت زمان، ماشي؟ وهنقول الحاجات اللي إحنا هنحتاجها إن شاء الله السنة دي. ركز معايا ويلا بينا نقول الدعاء الجميل بتاعنا. بسم الله نبدأ وعلى ربنا نتوكل وبه نستعين. ونقول يا رب علمنا وافتح علينا فتوح العارفين، اجعل علمنا ينفعنا ويكون في ميزان الحسنات، واكتب لنا به اجرا كبيرا في الدنيا والاخره والجنات. يلا كده قول معايا: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب بص يا سيدي، اول حاجه هبدا افكرك بالحاجات اللي احنا كنا محتاجينها في الجزء بتاع الكيمياء، ماشي؟ احنا بدانا خدنا العناصر وخدنا المركبات وخدنا في ثانيه اعدادي كده معادلات وشويه تفاعلات وحاجات كده جميله. هفكرك بالحاجات اللي احنا محتاجينها. انا عارف ان انت عملت ديليت لكل حاجه في الاجازه، ما تقلقش انا هجيبها لك من تحت الصفر. ركز بس معايا واستعين كده بربنا، وعايز تركيز من النار واحلى طاقه. احنا لسه في اول السنه والمنهج باذن الله سهل، ما تقلقش من اي حاجه. طيب بص يا سيدي، اولا هنبدا بالعناصر. يعني ايه يا مستر الاول عنصر؟ بيقول لك العنصر دوت عباره عن ابسط حاجه ممكن توجد عليها الماده. فاكر الماده؟ فاكرها. طيب يبقى العنصر دوت ابسط حاجه ممكن الاقي عليها الماده. يعني انا لو جيت للعنصر ده هبدا اجزاه او اصغره اكتر من كده مش هعرف، سواء بقى بالطرق الفيزيائيه او بالطرق الكيميائيه. فانا ممكن اعمل تعريف كده مبدئي للعنصر، اقول هو ابسط صوره، اهو ابسط صوره نقيه للماده. وقلت لها يا مستر ان هي لا يمكن احللها الى ما هو ابسط منها. طيب انت كده فهمتني يعني ايه عنصر. هبدا اكلمك بقى على الانواع بتاعت العناصر. بص يا سيدي، انا عندي في الكيمياء 4 انواع بس. اول حاجه عندي حاجه اسمها فلزات، ودي سمعتها قبل كده مشهوره جدا، وعكسها اللي هي اللا فلزات. وعندي حاجه ما بينهم اسمها اشباه الفلزات والعناصر الخامله او الغازات الخامله. يبقى انا عندي 4 انواع للعناصر. قول معايا يلا: فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات، وغازات خامله. تعال نكتبهم. يبقى اولا الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات والغازات الخامله. ماشي يا مستر، يعني ايه بقى فلزات ويعني ايه فلزات والحاجات دي؟ الفلزات يا صديقي كانت عباره عن عناصر كان بيحتوي الغلاف الخارجي بتاعها على اقل من 4 الكترونات. فاكرين التوزيع الالكتروني؟ خدناه من زمان لما كنت بجيب عنصر واوزعه في المستويات بتاعه الطاقه، صح؟ كنت ببص لاخر مستوى، هوريك الكلام ده دلوقتي. كنت بلاقي ان اخر مستوى دوت بيحتوي على يا اما الكترون يا اما 2 يا اما 3. لكن لو لقيت اكتر من كده يبقى مش فلزات. خلاص كده؟ طيب الاول اكتب لي كده فلزات. يبقى هي عناصر، خلي بالك ده تعريف، بيحتوي مستوى طاقتها الخارجي او الاخير، او بنسميه غلاف التكافؤ زي ما هنعرف كمان شويه، على اقل من 4 الكترونات. اقل من 4 مستر يعني 1 او 2 او 3. حلو قوي. طيب اللا فلزات هتبقى اكتر من 4 بقى، يبقى عناصر بيحتوي مستوى طاقتها الأخير على أكثر من 4 إلكترونات. ماشي يا مستر. طيب إيه أشباه الفلزات دي بقى؟ كده أنا عرفت الفلزات واللا فلزات، هديك أمثلة دلوقتي اتقل بس. أشباه الفلزات قال لك هي إيه؟ مش ثابتة على حد. شويه مثلا تبقى شبه الفلزات وشويه شبه اللا فلزات، فانا مش هقدر احددها من مستوى الطاقه اللي انت بتقول لي عليه دلوقتي. انت خلاص قلت لي ان الفلزات اقل من 4، اللا فلزات اكتر من 4. طب ما اشباه الفلزات ممكن تبقى شبه الفلزات وممكن تبقى شبه اللا فلزات، فانا هعمل ايه بقى؟ قال لك انا مش هحددها من مستوى الطاقه الخارجي، ده انا بس بمسك مجموعه كده وبعرفهم هم دول اشباه الفلزات. خلاص كده؟ يبقى اشباه الفلزات ساعات بتكون شبه الفلزات وساعات تكون شبه اللا فلزات. ماشي. قولهم لي بقى يا مستر عشان احفظهم. اول حاجه عندي حاجه اسمها البورون. خلاص؟ وبعد كده السيليكون
يبقى بورون سيليكون جرمانيوم زرنيخ. قول معايا ها، بورون سيليكون جرمانيوم زرنيخ انتيمون تيليريوم انتيمون تيليريوم. يبقى هم دول اشباه الفلزات. يبقى بورون سيليكون جرمانيوم زرنيخ انتيمون تيليريوم. يبقى دي المجموعه او العيله بتاعت اشباه الفلزات. طيب خلصت اول ثلاثه، فاضل لي واحده بس، غازات خامله. ايه هي الغازات الخامله يا مستر؟ الغازات الخامله دي خلي بالك مهمه جدا، دي عناصر مستقره حاطه رجل على رجل. يعني ايه يا مستر حاطه رجل على رجل؟ يعني مستوى الطاقه الخارجي بتاعها مكتمل بالالكترونات، ده اصلا اللي العناصر الثانيه بتحاول توصل له، اللي هي حاله الاستقرار. يبقى اشباه الفلزات مكتمله بالالكترونات. اخر مستوى لو جيت بصيت عليه هلاقي فيه 8 ما عدا اول واحد بس هو اللي كان بيكتمل ب2. يبقى اهم حاجه ان مستوى الطاقه الخارجي مكتمل بالالكترونات، يعني عدم مربعه حط رجل على رجل، مش محتاجه تدخل في تفاعل كيميائي ولا اي حاجه. يبقى لو جيت سالتك قلت لك الغازات الخامله بتدخل في تفاعل كيميائي؟ لا طبعا. هتدخل ليه؟ ما هي اصلا مكتمله بالالكترونات. خلاص؟ طيب تعالى نقول الامثله بتاعتها او العيله بتاعتها زي ما قلنا في اشباه الفلزات. ايه هم الغازات الخامله؟ اولا الهيليوم. الهيليوم، عارف غاز الهيليوم؟ الاثنين ده البالونات اللي بتطلع لفوق دي، هي دي. يبقى هيليوم. نيون ارجون. يبقى هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. ده يا مستر الاسماء الصعبه دي كده، هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. خلاص؟ حفظهم مهم جدا. اول ما تبص كده على العناصر دي تبقى عارفها وتعرف ان دي غازات خامله، تبقى عارف ان دول اشباه فلزات، بحيث ان انت ما تتلخبطش في اي نوع من العناصر. يبقى انا قسمت دلوقتي العناصر لاربع انواع، هم دول اللي انا هحتاجهم ان شاء الله باذن الله السنه دي، اللي هم الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات والغازات الخامله. طيب تعالى بقى نعمل فوكس كده على الفلزات واللا فلزات عشان هنحتاجهم في المعادلات بتاعتنا. طيب يعني ايه بقى سلوك الفلزات ولا فلزات؟ كلمه سلوك الفلزات يعني انا عايز اعرف طريقهم هيعمل ايه لما بيدخل في تفاعل كيميائي. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ انا عايز اعرف سلوك الطالب ده ايه؟ انت سلوكك ايه؟ فانا هبص للشخصيه بتاعته، اقول هل هو محترم؟ هل هو مثلا لما بيتنفس بيغلط؟ لما بيبقى فرحان بيعمل ايه؟ لما بيخرج مع اصحابه بيعمل ايه؟ واخد بالك انت؟ يبقى انا هتكلم على سلوك الفلزات ولا فلزات، اعرف الفلزات لما بتدخل في تفاعل كيميائي ايه اللي بيحصل لها. تعالى معايا. اولا الفلزات. انت قلت لي من شويه يا مستر ان الفلزات ديت بيحتوي مستوى الطاقه الخارجي لها على اقل من 4 الكترونات. طب ما تديني مثال كده عشان افتكر الكلام ده. خد يا سيدي مثال. لو انا قلت لك مثلا الام جي. الام جي ده عدده الذري 12، العدد الذري اللي هو عدد البروتونات، عدد الالكترونات اللي بيتكتب اسفل يسار العنصر، بفكرك بكل حاجه اهو. تعالوا نوزعها. اولا المستوى كي. المستوى كي ده كان بيكملي ب 2 الكترون، صح كده؟ تاني مستوى كان بيكملي ب 8 الكترونات، وعد كده معايا 2 و8 10، باقي لي كام من العدد الذري؟ باقي لي 2، حطه في المستوى اللي بعده. يبقى 2 8 2. طيب انا عايز اعرف ده فلز ولا لا فلز ولا ايه بالظبط؟ قلنا هنبص على مستوى الطاقه الاخير، في 2 الكترون يعني اقل من 4، صح؟ صح يا مستر، يبقى ده تبع الفلزات. طيب تعالى بقى ندخل الام جي المغنيسيوم ده نحطه في تفاعل كيميائي، يدخل كده في معادله كيميائيه، ايه اللي هيحصل له؟ قال لك ان هو بيميل الى فقد، ودي كلمه مهمه جدا جدا جدا، بيميل الى فقد الالكترونات. طب بيفقد انهي الكترونات يا مستر؟ بيفقد الالكترونات بتاعت مستوى الطاقه الاخير اللي هم الاثنين دول، هو في 2 هيفقدهم. طب هيفقدهم يوديهم فين؟ يعني يرمون في الزباله؟ لا طبعا، قال لك بيديها للعنصر اللي داخل معاه في التفاعل، وهتشوف دلوقتي في المعادله. يبقى دلوقتي الفلزات بتميل الى فقد الالكترونات وتتحول لحاجه اسمها ايونات موجبه. يعني ايه ايونات موجبه؟ يعني اهو بقى 2 8 والاثنين دول اتفقدوا خلاص ما عادوش موجودين، واقوم جاي حاطه بين قوسين كده واكتب عليه من فوق موجب. يبقى كده الفلزات فقدت وتحولت لحاجه اسمها ايون ايه؟ موجب، ايون موجب. يبقى ده كده الشكل ده اسمه ايون المغنيسيوم، ايون المغنيسيوم الموجب طبعا.
يبقى ايون المغنيسيوم الموجب. امال ده اسمه ايه كده؟ وهو عنده 12 الكترون بنسميه ذره المغنيسيوم. في فرق ما بينهم؟ طبعا في فرق كبير ما بينهم. دي ذره وده ايون، يبقى ده فقط، ده خلاص دخل في تفاعل كيميائي. يبقى سلوك الفلزات اثناء التفاعل بتميل الى فقد الالكترونات وتتحول الى ايون موجب. الايون الموجب ده بنسميه كاتيون. كاتيون. خلاص كده؟ حلو قوي. طب هو مستر، هو هنا المغنيسيوم اللي انت بتتكلمنا عليه ده فقد كم الكترون؟ فقد 2 اللي هم في اخر مستوى، يبقى اقول هنا موجب 2. فهمت حاجه؟ يبقى ببساطه الفلزات بتميل الى فقد وتتحول لايون موجب. ايون موجب، اوعى تتلخبط. طيب تعال ناخد كمان واحده ثانيه. لو قلت لك مثلا الالومنيوم Al الالومنيوم اهو Al عدده الذري يا صديقي 13. عايزين بقى نعرف الالومنيوم ده هل هو فلز ولا لا فلز؟ يلا اعملها، وقف الفيديو واعملها وبعد كده تعالى شوف الاجابه. تعالى نوزع 2 8 3. يا مستر انت قلت لي ان انا هبص على اخر مستوى اللي هو ده. في كام الكترون؟ في 3، يعني اقل من 4. اقل من 4 الكترونات، يبقى اذا ده تبع الفلزات. حلو قوي. طيب يلا، الفلزات بتميل الى ايه؟ قلنا الفلزات بتميل الى فقد الالكترونات وتتحول الى حاجه اسمها ايون موجب او كاتيون، صح كده؟ اهو بقى 2 8 والثلاثه دول فقدهم خلاص، وهكتب عليه هنا موجب 3 عشان هو فقد 3 الكترونات. يبقى اذا الفلزات بتميل الى فقد الالكترونات متحوله الى ايونات موجب. خلاص كده؟ طيب تعالى بقى نكمل اللافلزات. يبقى هنشوف سلوك ثانيا. لما نظبط القلم. ثانيا سلوك اللافلزات. خلاص بقى انت قلت لي ان الفلزات بتميل الى فقد وايون موجب. تعال نشوف اللافلزات. هديك مثال عشان تفهم الكلام ده. بص يا سيدي، لو قلت لك مثلا الكلور Cl17، وزع كده يا صاحبي، هتلاقي 2 8 2 و8 كام؟ 10. باقي كام؟ 7. تمام كده. في 7 الكترونات. قال لا ده اكتر من 4 الكترونات يا مستر، يعني تبع الايه؟ اللافلزات. حلو. تخيل بقى معايا 7 الكترونات، افقدهم كده ولا انا فاضل لي اصلا واحد اكتسب عليهم واحد واكمل الثمانيه؟ لا، الاسهل ان انا اكتسب طبعا. يبقى ده هيتميل الى اكتساب الكترونات وتتحول الى، تعال نشوف، ادي اول مستوى 2 اهو، وادي الثاني 8، وقلت لي ان هو هيكتسب صح؟ طب هو محتاج يكتسب كام؟ هو مش محتاج الا واحد، يبقى بقى هيبقى واحد على السبعه دول يبقوا 8، بقى 2 8 8. اوبا، ده بقى مكتمل يا مستر بالالكترونات. بص كده هنا على اخر مستوى بقى كام؟ بقى 8. هو ده اللي هو عايزه، ده المطلوب. فاكر لما قلت لك ان الفلزات واللافلزات الاثنين دول بيدوروا او بيحاولوا ان هم يوصلوا لحاله الاستقرار اللي هي شبه الغازات الخامله. اهو بقى شبه الغازات الخامله، بقى اخر مستوى فيه مكتمل بالالكترونات. حلو. يبقى كده هيميل الى اكتساب ويتحول الى ايون بقى سالب. يبقى الفقد موجب والاكتساب سالب. اكتساب فيها س اهي، يبقى س وس، اكتساب سالب. حلو قوي. طب هو خد كام يا مستر؟ اكتسب كام؟ هو اكتسب واحد، يبقى المفروض هنا تكتب واحد. بس الواحد ما بيتكتبش، لما تشوف سالب بس كده يبقى ده معناه ان هو اكتسب كام؟ اكتسب واحد. حلو. يبقى ده اسمه ايون الكلور السالب. خلاص كده 100 100. يبقى انا كده عرفت يا مستر سلوك الفلزات واللافلزات. خلاص، لما ندخل في اي تفاعل كيميائي تبقى عارف يعني ايه ايون موجب، يعني ايه ايون سالب. او بالمناسبه الايون اسمه انيون. احنا قلنا الايون الموجب اسمه ايه؟ اسمه كاتيون، والايون السالب انيون. حلو قوي. ماشي. تعالى بقى اكلمك على التكافؤ، عشان التكافؤ ده حاجه مهمه جدا، ولو انت ما تعرفش التكافؤ بتاع العناصر يبقى مش هتعرف تكتب المركبات، ولو ما عرفتش تكتب المركبات مش هتعرف تعمل معادله. يبقى ده الاساس بتاعك، خلي بالك. حلو. يعني ايه بقى تكافؤ؟ قال لك التكافؤ دوت هو عباره عن عدد الالكترونات اما المفقوده لو انا جاي من فلز، او المكتسبه لو انا جاي من لا فلز اثناء التفاعل برضه. يعني يا مستر مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، هكتب لك التعريف الاول. هكتب لك التعريفات هنا بحيث ان انا اسيب لك السبوره دي ان شاء الله تحت عندك في الفيديو، بحيث ان انت ترجع لها لو عايز ترجع لها. يبقى التكافؤ هو عباره عن عدد
الالكترونات. احنا قلنا عندنا في الكترونات يا اما بتتفقد يا اما العنصر بيكتسبها. يبقى الالكترونات المفقوده او المكتسبه. وطبعا انت عارف مفقوده يعني ايه؟ يعني جايه من فلزات، صح كده؟ يبقى المفقوده او المكتسبه اثناء التفاعل الكيميائي. طيب اديني بقى امثله يا مستر عشان اعرف اجيب التكافؤ ده. هديك مثال. بص يا سيدي، لو قلت لك مثلا ال Na الصوديوم ده عدد الذري 11. تعال نوزع كده 2 8 1. بص على اخر مستوى في كام؟ في 1. ماشي، ده هيميل الى فقد ولا اكتساب؟ خلاص بقى احنا عرفنا هيميل الى فقد عشان ده فلز، صح؟ يبقى هيفقد ويتحول الى ايون اسمه ايون موجب. اهو ده الموجب اهو. طب هو هنا فقد كام الكترون يا صاحبي؟ فقد الكترون 1. يبقى اذا التكافؤ بتاعه احادي. حلو جدا. اديني مثال تاني يا مستر عشان افهم. لو قلت لك مثلا وليكن الكبريت اس 16. وزع كده 2 8 6. بص كده على اخر الكترونات هتلاقي فيها كام؟ 6. ها قول لي هيميل الى فقد ولا اكتساب؟ 6 اكتر من 4 يعني لا فلز، يعني هيميل الى اكتساب، صح كده؟ يبقى ده هيكتسب ويتحول الى ايون سالب. يبقى 2 8 8. طيب ركز بقى معايا، نمسح دي بس عشان ما نتلخبطش، دي بتاعت اللي فوق. يلا يبقى 2 8 8 وهتحول الى ايون سالب. طب هو هنا كان محتاج يكتسب كام؟ مش هو عنده 6؟ باقي له كام ويكتمل؟ باقي له 2، صح كده؟ يبقى هيكتسب 2. يبقى ده تكافؤ ايه؟ ثنائي. عرفت بقى لما قلت لك فوق ان التكافؤ هو عدد الالكترونات اما المفقوده زي ما انا قلت لك هنا او المكتسبه زي ما قلت لك هنا في اللافلزات. يبقى لو فقد 1 تكافؤه احادي، لو فقد 3 يبقى تكافؤه ثلاثي. طيب هنا لو اكتسب 2 يبقى ثنائي، لو اكتسب 3 يبقى ثلاثي. هو ده التكافؤ ببساطه شديده. يبقى التكافؤ الالكترونات المفقوده او المكتسبه. طيب تعالى بقى اكلمك على المجموعات الذريه. والمجموعه الذريه برضو مهمه جدا عشان هي بتسلك سلوك بعض العناصر. ازاي يا مستر؟ يعني المجموعه الذريه دي بنسميها بايون بص كده، ايون متعدد الذرات. هنعتبره عنصر. يعني ايه يا مستر عنصر ومتعدد الذرات؟ خليك بس معايا، هنعتبره عنصر عادي. يبقى المجموعه الذريه هو عباره عن ايون بس متعدد الذرات، يعني في ذرات كتير. يعني مثلا لما اقول لك NH4، ايه رايك في ده؟ دي مجموعه ذريه. يعني ايه متعدده الذرات؟ يعني فيها ذرات كتير، فيها ايه؟ نيتروجينه واربع هيدروجينات، مجموعه ذريه. طيب المجموعات بقى الذريه ديت بيبقى ليها رمز، يعني بيبقى لها صيغه كيميائيه وتكافؤ خاص بيها، بتتحفظ زي ما هي كده. انا باخدها كده زي ما هي وهديك الامثله بتاعتها دلوقتي. طيب انا عندي في الصيغ الكيميائيه بتاعت المجموعات الذريه 3 عائلات. يعني ايه 3 عائلات؟ في عندي عائله بتاعه الاحادي، يعني مجموعه ذريه احاديه، وعندي الثنائيه، وعندي الثلاثيه. طيب تعال نفهم اكتر. بص يا سيدي، انا مثلا دلوقتي هقول لك، خلينا بالاخضر الجميل ده، العائله بتاعه الاحادي في كذا مجموعه كده او في كذا مجموعه ذريه بنعتبرهم تكافؤ احادي، وهي زي ما هي، مش زي ما قلت لك فوق بتفقد وتكتسب والكلام ده، لا هي بتتحفظ زي ما هي كده. يعني عندك مثلا الهيدروكسيد OH، القلم ده مش واضح، استنى اما نغيره. يبقى انا عندي حاجه زي الهيدروكسيد دوت، الهيدروكسيد ده رمزه OH، خلاص، ودي مجموعه ذريه سالبه، خلاص، وتبع الاحادي يعني تكافؤها احادي. يبقى انا بقسم الصيغه الكيميائيه بتاعت المجموعات الذريه على حسب التكافؤ بتاعها، عايزك تحفظها كده. اول حاجه في الاحاديه عندي الهيدروكسيد، ودي سالبه، وخلاص عرفت ان هي احاديه، والواحد ما بيتكتبش يبقى مش هكتب جنب السالب حاجه، يبقى OH سالب بس. طيب عندي كمان النترات NO3 سالب برضو احاديه، NO3 نترات. عندي النيتريت اقل منها بواحد، NO2 برضو سالبه.
عندك كلوريد ClO2 برضو سالب. بص كده انت قلت لي ClO2 NO2، ال2 دي مش تكافؤ، لا خدها زي ما هي كده ماشي، احفظها بالرمز بتاعها والعدد بتاعها. طيب الامونيوم، وبص كده انا مغير لك اللون بتاع الامونيوم عشان الامونيوم دي الوحيده في المجموعات اللي احنا ناخدها الموجبه. خلاص يبقى هي الوحيده الايه؟ الموجبه. يبقى الامونيوم رمزه NH4 سالب برضه، بس خلي بالك ان الامونيوم دوت هعمل لك عليها كمان اهوت هايلايتر عشان تعرف ان هي مهمه جدا جدا جدا. يبقى الامونيوم هي الوحيده الموجبه. شفت احنا غلطنا ازاي؟ موجب، يبقى NH4 موجب، وبرضه احاديه يبقى موجب مش هكتب جنبها حاجه. يبقى دي بالنسبه للعائله بتاعه الاحاديه. في كمان حاجه اللي هو مجموعه البيكربونات. البيكربونات خلي بالك بقى، بيكربونات مش كربونات، بيكربونات عشان هتفرق في التكافؤ. البيكربونات دي رمزها HCO3 برضه سالبه. الله، يعني يا مستر H وC وO 3 كلها على بعضها كده وبتقول لي ان هي تكافؤ احادي؟ يبقى انا بحفظها بالتكافؤ. يبقى اذا المجموعه الذريه هي عباره عن ايون متعدد الذرات، ماليش دعوه بعدد الذرات اللي فيها، انا بحفظها زي ما هي على حسب التكافؤ بتاعها. خلاص يبقى انا عندي المجموعه او العائله بتاعت الاحاديه، عندي الهيدروكسيد، عندي النترات، عندي النيتريت، عندي الكلوريد، وعندي البيكربونات، وما تنساش الامونيوم اللي هي الوحيده الموجبه. حلو قوي. تعال ندخل على العائله الثانيه اللي هي الثنائيه. قال لك الثنائيه دي بتبدا بالكاف. لو انت خدت بالك انا عامل لك عليها اهو، عامل لك عليها اهو كاف، حرف الكاف. يعني ايه بقى حرف الكاف ده يا مستر؟ يعني الحاجات اللي هتبدا بكاف هعتبرها الثنائيه. الحاجه اللي هتبدا بالكاف في المجموعات الذريه تبقى من الثنائيه. يعني ايه؟ يعني كربونات، كبريتات، كربونات، الاثنين بيبداوا بكاف، يبقى دول ثنائيه. خلاص يبقى انا هميز الثنائيه ان هي بكاف. اي حاجه بتبدا بكاف اعتبرها ثنائيه، بس ده في الصيغ الكيميائيه بتاعه المجموعات الذريه. ما تروحليش على العناصر، مالكش دعوه بالعناصر، بتكلم على المجموعات الذريه. تبدا بكاف يبقى اعتبرها تبع الثنائيه. حلو. قول لي بقى الرموز يا مستر. الكربونات يا صاحبي CO3 خلاص، ودي برضو سالبه. ماشي. الكبريتات SO4 برضو سالبه. يبقى CO3 كربونات، SO4 كبريتات. خلي بالك اهو الكربونات فيها C كربون، والكبريتات فيها S، عشان في ناس بتتلخبط بين السي والاس، يعني عايزين نتاسس لسه من كيجي. ماشي. تعال ندخل على الثلاثيه. الثلاثيه عيله بسيطه جدا ما فيهاش الا فرد يا عيني واحد غلبان، اللي هي الفوسفات، ودي مش هنحتاجها كتير، بس لازم تبقى عارفها برضو. رمزها BO4 سالب، ودي تكافؤها ثلاثي. يعني ايه يا مستر ثلاثي؟ يعني سالب 3. وخلي بالك احنا هنا قلنا الثنائيه وكتبنا سالب بس ما كتبناش 2، اوعى تتلخبط. لا الكربونات ثنائيه يبقى سالب 2 يا مستر، وهنا سالب 2. يبقى انا الكربونات والكبريتات ثنائيه يعني كتبت عليها 2، وهنا الفوسفات كتبت عليها 3 عشان هي عيله الثلاثيه. والاحاديه طبعا ما بكتبش حاجه عشان هي احاديه. ده بالنسبه للمجموعات الذريه. طب انا هحتاج المجموعات الذريه في ايه؟ انا قلت لك يا صاحبي ان المجموعات الذريه ديت عباره عن ايون متعدد الذرات، اما بلاقي حاجات سالبه او حاجات موجبه في المجموعات الذريه. يعني انا ممكن اكتب بيها مركب اللي احنا هنتكلم عليهم كمان شويه. فانت لازم تبقى عارف المجموعات الذريه بحيث تعرف تكتب منها مركب، تعرف تكتب معادله، تبقى انت برنس في كل حاجه. ماشي. اي حاجه هنا سالبه ما عدا الامونيوم. اي حاجه بتبدا بكاف ثنائيه. عندي واحده بس ثلاثيه اللي هي الفوسفات، وبعد كده كله اعتبره تبع الاحادي. يعني انت احفظ لي دول الثنائيه والثلاثيه. ثنائيه كاف بيبداوا بكاف، وعندي الثلاثيه واحده فوسفات، واي حاجه ثانيه تبقى احاديه. خلاص كده 100 100. تعال بقى نشوف ازاي اكتب الصيغ الكيميائيه للمركبات. بص يا صديقي الجميل، اولا لما اجي اكتب الصيغ الكيميائيه، كلمه صيغ كيميائيه اصلا معناها الرموز. يعني انا هكتب الرمز بتاع العنصر. يعني ايه يا مستر هكتب الرمز بتاع العنصر؟ يعني لما اديك حاجه مثلا زي كده كلوريد فضه، هيدروكسيد نحاس، ازاي احولها لصيغه؟ ازاي اكتبها في الكيمياء؟ قال لك اول حاجه انت لازم تبدا اي مركب عندك بالشق الموجب، بالايون الموجب. يعني سواء بقى ايون موجب جاي من فلز او مجموعه ذريه موجبه. شفت بقى المجموعه الذريه مهمه ازاي؟ يبقى انا ببدا بالشق الايه؟ الموجب، وبعد كده يجي السالب.
بحيث ان المركب في الاخر يبقى شق موجب وشق سالب، فيبقى ايه؟ متعادل. فهمت حاجه؟ يبقى تاني لما اجي اكتب الصيغه الكيميائيه للمركبات هبدا دايما اهو في الشروط، هبدا المركب بالشق الموجب. دي قاعده خلي بالك العلماء عملوها، ما ينفعش نطلع منها. ماشي. بالنسبه بقى للتسميه يا مستر، انت هتكتب انجلش او هتكتب لاتيني، فانت هتبدا من على اليسار مش من على اليمين. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا لما اقول لك كلوريد فضه، الفضه على الشمال، الفضه على الشمال، يبقى انا هبدا بيها. فاهم حاجه؟ العربي انا ببدا من على اليمين للشمال، لكن بعكس في اللاتيني. ماشي، يبقى ابدا بالشق الموجب. واول حاجه خلي بالك اللي انا بكتب يكتب من على اليسار. طيب بعد كده بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي انا لازم اراعي التكافؤ. لازم اراعي التكافؤ، عشان كده عرفتك يعني ايه تكافؤ فوق، بحيث ان انا لما اجي اكتب المركب ابقى عارف انا بعمل ايه. يراعى او يجب مراعاه التكافؤات، وهوريك ازاي دلوقتي. يبقى يجب مراعاه التكافؤ طبعا للشقين اللي معايا او الايونات اللي معايا. طيب يتم بعد كده بقى عمل مقص. هنمشي بطريقه المقص وهتعرفها دلوقتي، طريقه ممتعه جدا. لازم اعمل مقص، يعني عمليه تبادل للتكافؤات، ببدل التكافؤات. طب يا مستر انت عمال تفهمني نظري، انا مش فاهم حاجه، اعمل بقى عملي. تعالى افهمك يا صاحبي. بص كده، كلوريد الفضه اخر حاجه قلتها ايه؟ فضه، ابدا بيها. يبقى اخر حاجه قلتها هبدا بيها كلوريد فضه. الفضه رمزها ايه؟ الفضه رمزها اي جي. الناس اللي مش حافظه الرموز ترجع تحفظ الرموز، مهمه جدا جدا جدا. يبقى الفضه اخر حاجه قلتها بدات بيها اهو من على الشمال، يبقى بدات من على اليسار اي جي. طيب الكلورايد دوت جاي من الكلور، اللي هو الايون السالب بتاع الكلور، اللي هو السي ال. حلو كده، انا كتبت الرمز. اجري بقى وامشي؟ لا، لازم تراعي الايه؟ التكافؤ. يبقى الاي جي والسي ال. الاي جي تكافؤ ايه يا مستر؟ قال لك الاي جي دوت تكافؤه احادي، والكلور تكافؤه احادي. اوبا، ده زي بعض. طب هعمل ايه؟ هو انا اصلا يا مستر بكتب الواحد، انت ايه اللي فوق الواحد ما بيتكتبش؟ صح، انت كده مركز 100 100. يبقى انا هشيل الوحايد دي خالص، هيروحوا مع بعض اصلا. يبقى اي جي سي ال. ده بالنسبه لكلوريد الايه؟ كلوريد الفضه. حلو قوي. تعال نشوف حاجه تانية. هيدروكسيد النحاس. ده هنا قال لي هيدروكسيد، جاب لي مجموعه ذريه. ما انا قلت لك بقى سواء بقى مجموعه ذريه او ايونات، انا ببدا بالشق الموجب. خليك بالقاعده اللي احنا ماشيين بيها. اخر حاجه قلتها ايه؟ النحاس. هيدروكسيد النحاس، يبقى انا هبدا بمين؟ بالنحاس. النحاس رمزه سي يو. تمام قوي. الهيدروكسيد ايه؟ الهيدروكسيد قلت لك فوق رمزه او اتش. وخلي بالك الهيدروكسيد سالب، صح؟ انت قايل لي ان هي مجموعه ذريه سالبه، والنحاس ده شق موجب، ده فلز يا صاحبي. يبقى سي يو او اتش. حلو. طب التكافؤات ايه بقى؟ النحاس تكافؤه ثنائي، والاو اتش تكافؤه احادي. طب انا هعمل ايه؟ قال لك يتم عمل مقص. بص بقى المقص، هقوم جايب مقص كده جميل يعمل تبادل، بحيث ان السي يو ياخد التكافؤ بتاع الهيدروكسيد، والهيدروكسيد ياخد التكافؤ بتاع النحاس. تاني كده الحته دي عشان مهمه. النحاس هياخد التكافؤ بتاع الهيدروكسيد، والهيدروكسيد هياخد التكافؤ بتاع النحاس. بمعنى ان انا لما اجي اكتب بقى المركب في الاخر هقول سي يو. قلنا هاخد التكافؤ بتاع الهيدروكسيد ده الواحد، والواحد ما بيتكتبش، واقوم جاي كاتب الاو اتش وهكتب 2. بس في حاجه مهمه جدا جدا جدا، ايه هي؟ لما اجي اكتب المجموعه الذريه واكررها. يعني ايه اكررها يا مستر؟ يعني انا هنا اقول او اتش 2 دبل، يعني في 2 او اتش، فانا هكرر المجموعات الذريه. فلما تيجي تكررها هتحطها لي بين اقواس، بمعنى ان الاو اتش اقوم جاي حاطط لها قوسين كده وتكتب تحتها الاثنين. معناها ايه؟ معناها ان الاثنين دي مضروبه في الاو اتش. يعني انا معايا كام او اتش؟ 2. حلو. يبقى السي يو او اتش باي 2 بتتنطق كده. يبقى سي يو او اتش باي 2، يعني ده هيدروكسيد الايه؟ النحاس. فهمنا حاجه؟ فهمنا. طيب تعال اكد عليك اكتر. نترات الامونيوم. اوبا، انت جايب لي 2 مجموعات ذريه ولا يهمك، ايه المشكله؟ الامونيوم اخر حاجه قلتها ابدا بيها رمزها ان اتش 4. وخلي بالك الفور ده مش تكافؤ،
قلت لك ان الفور تبع الرمز بتاع الامونيوم، اوعى تنسى. طيب النترات يا مستر NO3. النترات NO3، خلي بالك ال NH4 قلنا الوحيده الموجبه، وعندك ال NO3 دي سالبه. طيب هجري ولا اشوف التكافؤات؟ شوف التكافؤات. ال NH4 دي كانت موجبه بس كانت تبع العيله الاحاديه، وال NO3 نترات يا مستر ده كانت برضه احاديه. يعني كده هيروحوا مع بعض، هيروحوا مع بعض. يبقى انا هكتب المركب زي ما هو NH4NO3. طيب هديك كمان واحد اخير، بص كده معايا. لو قلت لك كلوريد المغنيسيوم، كلوريد المغنيسيوم، طبعا احنا قلنا يا صديقي الجميل ان المغنيسيوم اخر حاجه قلتها ابدا بيها، صح كده؟ والمغنيسيوم رمزه Mg. كلوريد اللي هو السي ال، حلو، بقى عندي شق موجب وشق سالب، حلو قوي. طب الام جي تكافؤه ايه؟ تكافؤه ثنائي. والكلور تكافؤه ايه؟ تكافؤه احادي. هعمل ايه؟ هعمل مقص عشان التكافؤين مختلفين. ماشي. يبقى انا عندي الام جي هياخد الواحد بتاع الكلور، والسي ال هياخد الاثنين بتاعه الام جي، بمعنى ان انا لما اجي اكتبه هكتبه كده ام جي سي ال. طبعا الام جي هتاخد الواحد والواحد ما بيتكتبش، السي ال اهي هتاخد الاثنين. خلاص بقى المركب في الاخر ام جي سي ال 2. وخلي بالك لو انا معايا حاجه اكتر من كده، يعني انا لو معايا اعداد تكافؤات اكبر من كده بقربها للرقم البسيط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو مديك حاجه تكافؤها وليكن رباعي مثلا، خلاص، ومعايا حاجه ثانيه ثنائي، بقى معايا 4 و2، الاثنين دول يقبلوا الاسم على الاثنين، صح كده؟ فانا هبسطهم لابسط صوره، بس مش هنحتاجها كتير، فانا مش عايز اوجع دماغك بيها. حلو قوي، يبقى انا كده خلصت ازاي اكتب الصيغ الكيميائيه للمركبات. تعال بقى نشوف المركبات دي اصلا ممكن تبقى ايه او ايه او ايه، يعني انواع المركبات. طيب بص يا سيدي، انواع المركبات انا هقسمهم لك بطريقه جميله كده لاربع انواع. يبقى انا اقسم المركبات لاربع انواع زي ما قلنا انواع العناصر فوق. ماشي. ايه المركبات؟ اولا الاكاسيد. الاكاسيد عندي حاجه اسمها كده اكسيد، خلاص، في المركبات. بعد كده عندي احماض، وبعد كده عندي قلويات اللي هي تبع القواعد. يبقى انا عندي اكاسيد، احماض، قواعد، واخر حاجه الاملاح. يبقى انا عندي اربع انواع للمركبات: اكاسيد، احماض، قلويات، املاح. ماشي. ايه هي الاكاسيد؟ بص يا سيدي ببساطه شديده، الاكسيد جاي من كلمه اكسجين. اكسيد، واخد بالك انت؟ حس كده وشغل معايا. يبقى الاكسيد جاي من الاكسجين. اذا الاكاسيد هي عباره عن مركبات تنتج من اتحاد الاكسجين بالفلزات. يعني ايه؟ يعني انا هجيب الاكسجين هضيفه للعناصر، بمعنى ان انا لو قلت لك مثلا الام جي اهو، ضفت له اكسجين اهو، بقى كده اسمه ايه؟ اكسيد. اهو انطق كده، اكسيد المغنيسيوم. اكسيد اللي حصل، اكسيد المغنيسيوم. خلاص. يبقى الاكاسيد هي عباره عن مركبات جايه منين؟ ناتجه من اتحاد الاكسجين بالعناصر. ماشي. يبقى انا هميز الاكاسيد يا شباب دايما بالاكسجين. ضفت اكسجين للعناصر، يبقى انا كده عملت ايه؟ جبت مركب اسمه الاكسيد. طب الاحماض، قال لك الاحماض دي عباره عن مركبات جايه من ذوبان الهيدروجين في الميه. يعني ايه؟ مش فاهم حاجه. يعني دايما هتلاقي الحمض يا صاحبي بيبدا ب اتش، ايون الهيدروجين. يعني ايه بيبدا بايون الهيدروجين؟ يعني مثلا لما اجي اكلمك على حمض زي ده HCl اهو، كان معايا انيون، يعني انا كان معايا لا فلز، خلاص، بس بعد ما بقى ايون اضفت له اتش موجب، بقى كده ايه؟ حمض. يبقى دايما الاحماض هتبدا بالايه؟ بالاتش. يبقى انا هميز الاكاسيد بالاو في الاخر، والاحماض بايونات الهيدروجين. قال لك بقى الاحماض دي لما بتدوب في الميه بتعطي ايونات اسمها ايونات الهيدروجين الموجب. يبقى لو جيت اعرف الاحماض هقول هي مركبات تذوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه. حلو قوي.
طيب يعني ندخل على القلويات. القلويات دي بتتميز بايونات اسمها ايونات الهيدروكسيد السالبه اللي احنا خدناها فوق في المجموعات الذريه. OH سالب. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اقول لك ان ايه OH، بص كده على ده اهو، لقيت OH في الاخر هيدروكسيد، يبقى انا كده بتكلم على قلويات. خلاص. وخلي بالك القلويات جايه من القواعد بس بعد ما دابت في الميه، بمعنى ان انا لو جيت اعرف القلويات هقول هي عباره عن مركبات تذوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. تاني الاحماض والقلويات. الاحماض بتذوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه، لكن القلويات بتذوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. حلو. اخر حاجه هنتكلم عليها في المركبات الاملاح. وخلي بالك يا صديقي ان الاملاح دي مهمه جدا. الاملاح بتيجي من او مركبات تنتج من، تعال نكتبها عشان هي مهمه، تنتج من اتحاد حمض مع القواعد او حمض مع قاعده. يعني غالبا الاملاح بتنتج من تفاعل الاحماض مع القواعد. خلاص. طيب دايما الاملاح بتكون معايا شق لايون موجب مع شق سالب. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما اقول لك AgCl، بص كده، شق موجب مع شق سالب. طيب لما اجي اقول لك مثلا NH4Cl، ايه ده؟ كلوريد الامونيوم. يعني انا معايا شق موجب ومعايا شق سالب. ممكن يبقى عنصر او ايون موجب مع ايون سالب، وممكن يكون مجموعه ذريه موجبه مع عنصر سالب، وممكن اديك عنصر موجب يعني ايون موجب مع مجموعه ذريه سالبه. فهمت حاجه؟ ماشي. يبقى انا كده عندي الاكاسيد ضفت لها اكسجين او بتتميز بالاكسجين، هتلاقي اخرها اكسجين دايما. خلاص. اهو لو قلت لك مثلا MgO، لو قلت لك وليكن CuO اهو اكسيد نحاس، يبقى انا عندي اخرها O، يبقى ده اكاسيد. لو لقيت المركب بيبدا ب H وما عدا طبعا الميه تبع او خارج القاعده، يعني ما ينفعش تقول للاحماض مثلا هتبدا ب H هضيف لها مجموعه ذريه سالبه اللي هي الاو اتش، لا ده خارج عن القاعده. خلاص. لكل قاعده شواذ. بمعنى ايه؟ اللي انت قلت لي هنا اللي انا بضيف ايون سالب للاتش او مجموعه ذريه سالبه بس ما عدا مجموعه الهيدروكسيد. خلاص. لان لو قلت اتش وقمت حاطط لها مجموعه الهيدروكسيد كده انا عملت ميه، يبقى غلط. الميه مش حمض، الميه متعادله. يبقى انا كده الاحماض دايما بتبدا ب اتش ما عدا الماء. ماشي. القلويات بتتميز بالايه؟ بالاو اتش. خلاص. وبيتضاف معاها ايون موجب ما عدا برضو ايون الهيدروجين، لان لو ضفت لها ايون الهيدروجين هي اخرها او اتش، هتضيف لها ايون الهيدروجين هتبقى ميه برضو، لا. يبقى القواعد بتنتهي باو اتش وترتبط مع الايونات الموجبه. وعند الاملاح بيبقى شق موجب وشق سالب، يا اما لعنصر او لمجموعه ذريه. خلاص كده. دي بالنسبه لانواع المركبات. وتعالى نتكلم على التفاعل الكيميائي والمعادله الكيميائيه، ودي اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده باذن الله. يعني ايه يا مستر تفاعل كيميائي؟ قال لك التفاعل الكيميائي دوت عباره عن كسر للروابط الموجوده بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. يعني ايه الكلام ده؟ هم حاجتين عايزك تركز عليهم، الكلمة دي والكلمة دي. التفاعل الكيميائي يا صديقي هو عبارة عن كسر وتكوين. كسر وتكوين يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو قلت لك مركب او عنصر اسمه ايه هيتفاعل مع عنصر اسمه بي، بص كده، A هيتفاعل مع B يبقى A زائد B هيديني ايه؟ هيديني مركب جديد اسمه AB. طب تعالى نعكسها كده. يعني ممكن اقول لك ان ال AB هيتكسر الى A زائد ال B. ما انا عندي اللي قبل السهم دي بسميها مواد متفاعله سواء كده او كده، صح؟ وعندي المواد اللي بعد السهم بسميها مواد
ناتجه او نواتج. يبقى اي معادله او اي تفاعل كيميائي عندي بيبقى فيه متفاعلات وبيكون عندي نواتج. اللي قبل السهم بسميه متفاعلات واللي بعد السهم بسميه نواتج. وعندك السهم ده بيتكتب عليه شروط التفاعل. يعني ايه شروط التفاعل؟ يعني مثلا بقول لك ان التفاعل ده او بعض التفاعلات مش بتتم الا في حالات معينه، درجات حراره معينه، او انزيم معين، او مثلا بي اتش معين. اي حاجه او اي شرط هستخدم فيه التفاعل ده او هعمل فيه التفاعل دوت بحطها على السهم بتاعي. خلاص كده؟ طيب ايه اللي حصل يا مستر بقى عشان نفهم يعني ايه تفاعل كيميائي؟ قال لك انا عندي هنا مركب اهو اسمه اي بي، المركب ده متفاعلات فكسرت الروابط اللي موجوده ما بينهم. تاني كده انا عندي اهو مركب، يعني مركب يعني عباره عن عنصر وعنصر A زائد البي، صح؟ بس ارتبطوا مع بعض وعملوا مركب، يعني في ما بينهم ايه؟ رابطه، والرابطه دي ممكن تبقى تساهميه وممكن تبقى ايونيه. ماشي، المهم ان الرابطه دي انا هكسرها. يبقى اهو كسر للروابط اللي موجوده فين؟ في المتفاعلات. يبقى انا هاجي على المتفاعلات اكسر الروابط بتاعتها وهقوم مكون روابط جديده اهي A زائد البي، مواد جديده. ما هو الاي بي مش زي الاي لوحده والبي لوحده، يبقى انا كونت مواد ايه؟ مواد جديده. يبقى انا كونت روابط جديده بمواد جديده. يبقى التفاعل الكيميائي ما هو الا كسر في المتفاعلات وتكوين في النواتج. حلو قوي. تعال نشوف بقى المعادله الكيميائيه اللي هتعبر لي عن الكلام ده. في ناس كتير ما بتعرفش تكتب المعادله ولا توزن المعادله، ودي هيبقى في حقك لما تبقى راجل في ثالثه اعدادي وما بتعرفش تعملها في العلوم. يبقى انت كده ما خدتش علوم في حياتك. بص يا سيدي، المعادله الكيميائيه، تعال ناخد معادله بسيطه كده. لما اقول لك مثلا ال Na اللي هو الصوديوم هيتفاعل مع الكلور اللي هو Cl، فهيقوم جاي مديني نواتج جديده مركب اسمه NaCl. صح كده؟ ايه رايك في المعادله دي؟ بسيطه؟ بسيطه سهل. بس خلي بالك اللي انا كتبتها دي غلط، ما تنفعش كده. لو واحد شافها كده هيقول لي غلط. ليه؟ عشان المعادله الكيميائيه لازم تكون رمزيه. ماشي، انا عملت الرموز اهي، وموزونه. يعني ايه بقى يا مستر رمزيه وموزونه؟ اولا المعادله الكيميائيه في منها نوعين، اما تكون لفظيه او رمزيه. بمعنى ايه؟ لفظيه يعني لما اقول لك باللفظ كده بالعربي، اقول لك انا فعلت او ضفت الصوديوم على الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم، كده انا قلت معادله لفظيه ببق اهو باللفظ، يبقى دي لفظيه بالعربي عادي. لكن رمزيه يعني بحولها لرموز زي كده، وبعد ما بحولها رموز واكتب الصيغ الكيميائيه مظبوط هبدا اوزنها. بمعنى ايه بقى اللي انا اوزنها؟ ميزان يا صاحبي اهو. انا عندي كفه على اليمين وكفه على الشمال، الكفه اللي على اليمين دي النواتج واللي على الشمال دي المتفاعلات، فلازم الكفه تبقى قد بعضها. يعني ايه الكفه قد بعضها؟ يعني عدد الذرات اللي هنا لازم تكون قد عدد الذرات اللي هنا. عدد الذرات اللي هنا لازم تكون قد عدد الذرات اللي هنا. يعني ايه بقى؟ هتمسك عنصر عنصر، يعني ال Na دخل كام؟ في جنبه اي حاجه؟ لا، هو واحد بس، فطلع كام؟ واحد. تمام. الكلور دوت غاز. خلاص، الكلور دوت غاز من اللافلزات اللي هي المجموعه 7 a لو انت فاكر الجدول الدوري. ما علينا، المهم اللي انا ما ينفعش اكتبها لوحدها ذره واحده كده، لا ده دايما ثنائيه الذره. ماشي. Cl2 طلعت كام؟ Cl بس ينفع كده الميزان مظبوط؟ لا طبعا، صح؟ يبقى انا لازم احط في Cl2 دي لازم اطلعها برضو 2Cl. طيب واحد هيجي كده يقول لي ايه؟ طب ما تحط هنا 2 يا مستر عادي، بقت Cl2 هقول لك لا غبي، ما عرفتش اي حاجه. ليه؟ لان لو حطيت الاثنين هنا يا صاحبي هتكون بتاعه Na. يعني انت كده قصدك تقول ان Na تكافؤها ثنائي، مش احنا بنبدل التكافؤات زي ما علمتك فوق؟ يعني كده لو حطيت الاثنين يبقى انا بعتبر ان الصوديوم ثنائي والصوديوم احادي مش ثنائي، يبقى كده غلط. امال اعمل ايه؟ قال لك الوزن بتاع المعادله بيتكتب في حاجه اسمها المعاملات هنا على اول السطر قبل المركب اصلا. يعني يا مستر قصدك ان انا احط هنا 2 بالظبط كده، يبقى الوزن بيتكتب فين؟ على اول السطر قبل المركب. ماشي، حطيت الاثنين، انت كده ظبطت الكلور بقى 2Cl وCl2، بس لما حطيت الاثنين هنا بوظت معاها ال Na، لان الاثنين محطوطه قبل المركب، يعني مضروبه في ال Na ومضروبه في الCl. تعال نرجع تاني اهي، مضروبه في ال Na ومضروبه في الCl. طيب انت ظبطت الCl بس بوظت
يا حول الله يا رب. طيب يلا نكمل. يبقى انا هنا ظبطت الكلور بس بوصل ان ايه. طب ما تحط لي هنا 2 كمان في الوزن. يبقى انا كده عملت ايه؟ 2 ان ايه طالعين 2 ان ايه، والسي ال 2 طالعه 2 سي ال، بقت معادله موزونه. حلو، تعال ناخد واحده كمان. مثلا نقول جبت الهيدروجين H2 حطيته على الاكسجين O2، فقام جاي مطلع لي ميه H2O. يلا ايه رايك في المعادله الجميله دي؟ قلت لها مستر مش موزونه ليه؟ امسك عنصر عنصر. ال H2 داخل 2 اهو، طالع كام؟ H2 تمام عديها. ال O2 داخله كام؟ 2 طالعه كام؟ 1. ينفع؟ لا، محتاجه هنا كام؟ محتاجه اضربها في 2. يبقى قام جاي حاطط هنا 2 وقلنا في الوزن مش تحت في التكافؤ. حلو قوي. لما حطيت الاثنين هنا عملت ايه؟ بقت الاثنين يا مستر مضروبه مره في الاتش 2 ومره مضروبه في الاو. انا ظبطت الاكسجين بس بوظت مين؟ الهيدروجين. ليه؟ لان انا كنت داخل باثنين بس، طلعت بقت 2 في الاثنين دي ب4 هيدروجين. فانا عايز اوزنها من هنا. طب ما احط لها هنا 2، بقت 2 في 2 هنا 4 هيدروجين، وهنا 2 في 2 هنا ب4 هيدروجين، والاو 2 بقت 2 او. بقت المعادله كده موزونه و100 100. خلاص، تعال ناخد كمان واحده اخيره. لما نقول مثلا ان ايه؟ ان او 3 بكسرها او بحلها بالحراره الى ان ايه؟ ان او 2 زائد الاكسجين O2، والاكسجين ده متصاعد. دي معادله خلي بالك علينا. طيب عايز اوزن المعادله دي. سهله يا مستر، عادي جدا. ال ان ايه داخله كام؟ واحده طالعه كام؟ واحده. تمام. ان امسك كل عنصر لوحده، كل ذره اهي. ان نيتروجين داخله واحده طالعه واحده. طيب O3 3 اكسجين طالعه كام؟ طالعه O2، وما تنساش دي زائد O2. يعني كده بقى معاك كام اكسجينه؟ بقى معايا 4 اكسجينات. ماشي. وهنا كانوا داخلين كام؟ 3. ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا، المعادله مش موزونه. طيب اوزن الكفه يلا. ايه رايك لو حطيت هنا 2؟ تعال نشوف. بس خلي بالك انت بوظت كله، بس عادي خليك معايا. بقوا 2 في ال3 دول بقوا 6 اكسجين. طيب وهنا كام؟ هنا كانوا 4. طب اعمل ايه يا مستر؟ ما هو كده مش نافع. حط هنا 2. جرب كده. بقت الاثنين في الاثنين دي بقوا 4 زائد الاثنين دول بقوا كام؟ بقوا 6 زي دول. يبقى كده المعادله موزونه. طب ما تيجي نشوف الباقي اللي احنا بوظناه. 2 ان ايه 2 ان ايه ماشي. 2 نيتروجين 2 نيتروجين. بس كده خلاص بقت كلها موزونه. خلاص، يبقى ده بالنسبه لوزن المعادله والحاجات اللي انت هتحتاجها في التفاعل الكيميائي. وان شاء الله هنبدا بدايه لطيفه. احنا كده وصلنا لاخر المحاضره بتاعتنا. ركز فيها وراجعها مره واثنين، وعايزك تكتب بنفسك كده، توقف وتروح تحل امثله وتيجي وتظبط الدنيا، بحيث ان احنا ندخل على المنهج بقلب جامد نخلصه باذن الله. المنهج سهل ما فيهوش اي حاجه، وان شاء الله باذن الله هنشرح او هننزل لك المنهج كله مجانا على اليوتيوب. ما تنساش تشترك وتبعت لاصحابك وتشير وتساعدنا على ان احنا ننشر كل الكلام دوت، وتساعدنا على فعل الخير. واشوفكم على خير باذن الله في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.